90. اي نزلت عباءة وصلت 40,000. 40,000 وهو كان رقم كان رقم. طبعا. جاني احد الاشخاص جايب وياه ولد صديقه من بغداد تاجر. اي قال لي الاخ هنا يريد عبايه ارقى وحده نازله بالسوق. قلت له والله اليوم امس خذناها. هاي من تريدها؟ انا من حقي اسال، انا افندي ما يعرف وضعيه هاي اذا طلعت تخرب بالاول. هي طبعا بس اللباس يعرفها. فقال لي اريد اعطيها لفت شخصيه يعني عزيز على كل المسلمين. قلت له والله انا ما عندي عزيز على المسلمين غير علي بن ابي طالب. قال هو ابن علي بن ابي طالب. قلت له ذا ابن علي بن ابي طالب من هو؟ قال السيد السيستاني. قلت له السيد السيستاني ما يلبس هاي العباءه. قال لا ما لك علاقه تاخذ فلوس. شال دفتر الصكوك دبه قدامي. قال لي اكتب الرقم اللي تريده. قلت له عمي مو على الفلوس وليش تاخذ العباءه تتضعضع. المهم خذ العباءه ورا الساعه رجع. قلت له ها شنو هاي شو جبتها؟ قال والله السيد ما قبل. وقال لي هاي من جايبها؟ قلت له جايبها من واحد نجفي. قال لي لا هذا مو نجفي. نجفي يعرف ايش البس اني. قال له والله سيدنا قال لي وما قبل الثاني وانا جبتها قوه. قال له لا هذا ابن ولايه نجفي. طيب هذا رجع اعطيه اياه. قال له اعطيني بفلوسها مثل العباءه يلبسها السيد. و40 عباءه واحده ب1000 دينار. ايوه السيد يلبس عبايه ب1000 دينار. وحق رسول الله ب40 بس. واحده هو السيد واحده لمحمد رضا. قال له وزعها على الطلبه الباقيات.